السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكونديشن وخدنا أول نوع منها اللي هو الاف واتكلمنا عنه بالتفصيل وفهمناه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النوع الثاني ألا وهو السويتش، وهنعرف أنا إمتى استخدم اف وإمتى استخدم سويتش. طيب تعال نتذكر كده اف كانت بتقول لك إيه؟ إن أنت بيكون عندك سؤال وبناء على إجابة السؤال ده بتنفذ حاجة معينة، او مثلا بيكون عندك شرط وبناء على اجابه الشرط ده اتحقق او ما اتحققش. لو اتحقق هتنفذ حاجه معينه، طب لو ما اتحققش هتنفذ حاجه معينه. وكنا ضربنا المثال على موضوع الايه، الملابس وكده، ان هو لو اشترى باكتر من 500 فهياخد الخصم، لو اشترى اقل من 500 مش هياخد الخصم. اذا كان عندي ايه؟ عندي شرط او سؤال ومستني الاجابه بتاعته، وبناء على الاجابه بتاعته انا هنفذ حاجه معينه. طيب السويتش، السويتش بتقول لك لا، انا نفس الوظيفه ولكن انا مش مستنيه، مش ما بتعتمدش على سؤال او شرط، لا بتعتمد على قيمه، وبناء على القيمه دي هنفذ كذا او كذا او كذا، يعني هنفذ حاجه معينه. يبقى تاني السويتش بتقول انا بناء على قيمه معينه هعمل حاجه معينه. هناك كان سؤال او شرط في اف، لا هنا قيمه. يعني مثلا تعال نضرب مثال، انت شخص دلوقتي خلصت امتحانات والنتيجه بتاعتك طلعت تمام، و جيت جبت وليكن مثلا الدرجه بتاعتك وليكن 90 او 90% مثلا، تمام. طيب انت عايز تعرف انت تقديرك كام؟ انت معاك الدرجه اللي هو 90%، ولكن التقدير مش معاك. فبناء على الدرجه دي انت بتحدد التقدير بتاعك. يعني انت لو جايب 90 يبقى التقدير بتاعك ممتاز. طب لو انت جايب 80 يبقى التقدير بتاعك جيد جدا. طب لو جايب 70 لا جيد. طب لو جايب 60 لا مقبول. صح؟ يبقى انت لو جايب 90 هتنفذ حاجه معينه، طب لو جايب 80 هتنفذ حاجه معينه، طب لو 70 هتنفذ حاجه معينه. اذا الاعتماد على مين؟ على قيمه اللي هي الدرجه بتاعت حضرتك. عرفنا؟ فاكرين احنا كنا هناك معتمدين على ايه؟ بنقول له لو هل هو اشترى باكتر من 500 او هل هو اشترى اقل من 500. كنا عمالين نسال اسئله او عندنا شروط وبن ايه ومحتاجين الرد بتاعها، وبناء على الرد بتاعها هننفذ حاجه معينه. هنا لا، انا معايا قيمه وبناء على القيمه دي هعمل حاجه معينه. تمام. طب تعال نشوف المثال بتاعنا، وليكن نفترض احنا عندنا الدرجه بتاعتنا، عندنا حاجه اسمها الديجري مثلا بيتساوي عندك مثلا، نفرض ان انت جايب 90. صح؟ طيب هنقول سويتش. سويتش دي بتقول لك هتاخد القيمه بتاعتك، قيمه الدرجات بتاعتك. صح؟ والسويتش دي بيكون عندها مجموعه كيسز، يعني حالات. ايه الحالات دي؟ اللي هي الحاله الاولى ان لو انت جايب 90، الحاله الثانيه لو انت جايب 80، الحاله الثالثه لو انت جايب 70، وهكذا. يبقى انا اقول له كيس لو انت مثلا جايب كام؟ لا دي تكون، او لو انت جايب مثلا كام؟ 90. هتعمل ايه؟ اقول مثلا برنت مثلا، خلينا نقول ممتاز. جميل. يبقى احنا كده ايه؟ كده انا قلت كده عندي الدرجه ايه؟ ممتاز. تمام كده؟ تمام. طيب قال لك الحاله الثانيه، الكيس مثلا وليكن 80. في حاله ال 80 برضه هنفذ حاجه معينه، وليكن برنت مثلا انت جايب ايه؟ جيد، جيد جدا. تمام؟ جميل جدا. طيب الحاله الثالثه اهو، مثلا تعال ناخد بقى كوبي كده. الحاله الثالثه مثلا لو انت جايب مثلا 70 مثلا، خليها جيد بس. تمام؟ جميل جدا. طيب
يبقى انت في الحاله دي بناء على الدرجه بتاعتك انت هتحدد انت هتعمل ايه، او انت هتحدد انت جايب كام. طيب في حاجه اسمها الديفولت، صح؟ الديفولت دي معناها ايه؟ معناها ان انت اصلا الدرجه بتاعتك ولا هي 70 ولا هي 90 ولا هي 80 ولا هي 70، يعني الدرجه بتاعتك مش موجوده فين؟ في الكيسز دي. تمام؟ ممكن مثلا نطبع له مثلا حاجه معينه، مثلا هنا نقول له مثلا ايه، مثلا غير معروف مثلا، فرضا يعني. جميل. يبقى احنا كده بالنسبه لنا انا عندي درجه او عندي قيمه، وبناء على القيمه دي انا هحدد انا هعمل ايه، هعمل حاجه معينه. يبقى انا عندي لما يكون القيمه بتاعتي 90 والله هعمل حاجه معين. طب لو 80 والله برضه هعمل حاجه معين. طب لو 70 والله برضه هعمل حاجه معين. طب ما هياش اصلا الدرجه بتاعتك اصلا مش موجوده لا في ولا في الكيس الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا موجوده في الكيسز خالص. فيقول لك في الحاله دي انا خلاص هنزل على حاجه اسمها الايه، الديفولت. الديفولت دي معناها ان القيمه اللي انت الموجوده مش موجوده فين؟ في الكيس، فبالتالي هينفذ الايه، الحاجه دي. طيب خلي بالك عندنا في دارت انت مجبور بعد كل كيسز تكتب كلمه ايه، بريك. يعني بعد كل كيس كده نعمل كلمه، ناخد كلمه ايه، نكتب كلمه بريك. لو جينا هنا نكتب هنا بريك، وهنا برضو ايه، بريك. طيب ايه كلمه بريك دي؟ البريك دي انت بتقول للبرنامج اول ما تلاقي الكيس بتاعتك نفذ اللي جواها واطلع على طول، ما تكملش، ما تنزلش تحت. خلاص انا لقيت الكيس بتاعتي. يبقى مثلا نفترض هو بص دخل شاف مثلا الديجري بتاعتك مثلا 80، هو دخل على الكيس ال 90، لا ما هياش اللي انا عندي. طب ال 80 هيقوم نازل تحت، هيبص على الكيس اللي بعدها لقاها 80، هيخش ينفذ اللي فيها وبريك يطلع على طول. هل هينزل لل 70؟ لا مش هينزل. خلاص انت قلت له ايه، قلت له بريك. يبقى كلمه بريك بتعني ان هو اول ما بيلاقي الكيس بتاعته وينفذ اللي جوه بيطلع على طول، ما بيكملش الايه لتحت. طيب تعال نعمل رن ونشوف. احنا عندنا طبعا الديجري بتاعنا او الدرجه بتاعتنا كانت 90. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. قال لك والله 90. فبص اول لا بص على الكيس اللي عندي، لا الكيس اول كيس مثلا هي اللي ب 90، فدخل نفذ اللي جواه وطلع على طول. امتياز او ممتاز. طيب مثلا نفترض انا اللي عندي مثلا 70 اهو. قال لك انت 70. بص دخل لا الكيس الاولى 90، لا ما هيش بتاعتنا. طيب الكيس الثانيه 80، لا ما هيش تبعنا. طب الكيس الثالثه 70، تبعنا، فبالتالي ايه جاي. طب نفترض بقى احنا دخلنا مثلا، نفترض مثلا 50. 50 دي لا هي موجوده، دي لا هي الكيس دي ولا الكيس دي مش موجوده في الكيس اللي عندي. تعال نشوف هينفذ ايه. راح نفذ اللي هي اللي موجوده فين، الديفولت. قال لك يا عم القيمه اللي انت مدخلها دي مش موجوده عندي في الكيسز، فانا هروح على طول دايركت على مين، على الديفولت. يبقى انا تاني الفرق بين الاف والسويتش. الاف انا عندي سؤال او عندي شرط وبناء على اجابته انا احدد انا هعمل حاجه معينه. اما السويتش انا عندي قيمه وبناء على القيمه دي انا هعمل حاجه معينه. تمام؟ بكده يكون اتكلمنا عن الكونديشن واتكلمنا عن الانواع بتاعتها اللي هي الاف ومين والسويتش. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجه اسمها اللوجيكال اوبريشن، ودي اللي احنا كنا اجلناها دورها جه، وان شاء الله هنتكلم عنها ونعرف امثله عليها، وان شاء الله هتكون برضو الموضوع بكل بساطه. واستناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.